السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. عايز أقول لك سريعا إن شاء الله إن دي الحلقة الخامسة أو الدرس الخامس زي ما تسميه أنت عايز في حلقات تأسيس اللغة الإنجليزية لكل الطلبة اللي داخلين المرحلة الثانوية وخاصة اللي رايحين ثالثة ثانوي. عايز أقول لك بأمر الله إن هسيب لك لينك قائمة التشغيل في خانة الوصف تحت الأربع فيديوهات قبل كده، ده الفيديو الخامس بتاعهم. حقيقي لو تابعتهم هتستفيد جدا، خاصة لما أقول لك إن الفيديو ده بأمر الله هيكون فيه الكلام عن الصفات، واحد من أهم الدروس قوي سواء في اللغة المنطوقة أو المكتوبة، فما تروحش في أي مكان. عشان تتكلم في موضوع الصفات يا جماعة موضوع كبير قوي، يعني ما يكفوش حلقة واثنين أو ثلاثة. بحر يا جماعة حقيقي، تعتبر من أكبر المواضيع اللي النقاش فيها بيطول بشكل فيه ثراء، يعني تقدر تتكلم كتير فيه وملوش آخر وملوش حد. الصفات دي تحس إنها مش مجرد كلمة احنا بنقولها واحدة، لكنها على أنواع كتير جدا 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 وأشكال مختلفة كتير جدا جدا. ولكن إن شاء الله بإذن الله اللي هناخده في الفيديو ده هيكون هو الأساس اللي أنت مطلوب منك إنك تعرفه علشان خاطر تعرف تتعامل في مناهج الثانوية العامة كويس. أنت مش محتاج أكتر من اللي هنقوله في الفيديو ده إن شاء الله. لما تبقى متخصص إن شاء الله في الإنجليش فيما بعد حقيقي هتعرف إن في كلام كتير موجود فيها. الصفة هي كلمة تصف الاسم، كلمة تصف الاسم، ده الادجكتيف. مكانها فين من الاسم ده؟ الاسم ده يا جماعة الاسم ما بقولش تصف الفعل، ما بقولش تصف الحال، ما بقولش تصف الحرف، خلاص؟ تصف الاسم، سواء كان الاسم ده فاعل سواء كان الاسم ده مفعول، هي دايما بتصفه، شغلانتها انها تصفه وبتيجي يا اما قبله يا اما بعد الاسم. المعلومه نفسها مش جديده، لما اقول ان الصفه بتيجي قبل الاسم خلاص ده اللي احنا عارفينه. هو انا لما اجي اقول a beautiful girl، a beautiful girl بنت جميله، beautiful صفه، girl موصوف. a new car، a new car ماشي، نيو صفه، كار موصوف، الاسم الموصوف الاسم اهي، اوكي. an easy exam، an easy exam، easy صفه، exam موصوف الاسم. طب ممكن الصفه تيجي بعد الموصوف؟ تيجي بعد الموصوف بس بشرط ان يكون في بينهم فاصل، الفيرب تو بي. لما اجي اقول لك a clever student ده المعروف عندي الصفه قبل الموصوف، وممكن اقول the student is clever اللي هو ان انا حطيت الصفه بعد الموصوف بس جيت في النص رحت جاي حاطط بينهم verb to be. شكل الصفه ده عامل ازاي؟ بصوا يا جماعه، الصفه عندي على نوعين، على نوعين. الصفه حقيقيه او نعتيه، ودي الصفات اللي احنا بنستخدمها، جميل، غالي، رخيص، طويل، قصير، قوي، دي ماشي، دي اسمها الصفات الحقيقيه. وفي حاجه عندي اسمها صفه غير حقيقيه، ودي اللي مش هنتكلم عنها، احنا هندوس في دي قوي. لكن الصفه الغير حقيقيه دي اللي هي بيندرج تحتها حاجه اسمها المحددات. عارف يعني ايه المحددات؟ تخيل مثلا قلت لك ان بيندرج تحت الصفه الغير حقيقيه دي الارقام، قلت لك مثلا اللي هي ادوات التعريف والتنكير او ان وذا. لو قلت لك مثلا بيندرج تحتها حاجه اسمها اسماء الاشاره، تمام كده؟ اسماء الاشاره دي اسمها صفات غير حقيقيه، وهي دي مش حوارنا في الموضوع. احنا بقى هندردش مع بعض في مساله الصفه الحقيقيه اللي هي دي، لان لما نيجي نتكلم عنها بنقول ده adjectives of quality اللي هي صفات النعوت او الصفات الحقيقيه، اللي هي اصلا كنا اتكلمنا عنها في التعريف، اللي هي الكلمه التي تصف الاسم وتاتي قبله او بعده. اعرف ازاي ان الكلمه دي صفه؟ في عندي صفات بيبقى لها شكل ثابت والكلمه اصلها صفه، وضعت صفه. poor، strong، poor يعني قوي فقير، strong قوي، weak ضعيف، tall تمام، short، easy. ولكن في عندي نوع تاني من الصفات بتضيف مقطع لكلمة معينة علشان تتحول لصفة. أو النوع ده إيه النوع ده بقى؟ النوع ده بقى عندي نوع من الصفات مش أصلي،
ولكن بنضيف مقاطع اليه. المهم ان اغلبها بيجي في اخر الكلمه الاصليه اللي هي كان اصلها اسم، ما كانش اصلها صفه. المقطع ده احنا بنسميه يا جماعه suffix بمعنى لاحقه. دي بتحول لي الكلمه من شكلها الاصلي سواء ايا كان نوعه اسم او فعل تحوله الى صفه. فعندك بقى دي قائمه صغيره كده يا جماعه حلوه قوي، هتعرفك ايه اكتر المقاطع اللي ممكن اميز بيها الصفه عندي. المقطع able، وده يا جماعه بيجي في اخر كلمه زي respect معنى يحترم. فلما اجي اقول respectable اصبحت عندي محترم، يحترم محترم. AL لما تيجي في اخر كلمه زي nation بمعنى امه. طب لما اقول national بقت بمعنى قومي، بمعنى قومي اصبحت صفه من امه لقومي. طيب المقطع AN او الاي AN لما تيجي في اخر كلمه زي امريكا فاضطر اروح جاي حط. طبعا هنا بص يا جماعه احنا ممكن ايه يعني نعتبر ان الاي دي من اصل الكلمه ونقول امريكان. طيب وزي كلمه ايجيبت بالظبط كده لما نيجي نقول ايجيبشن من اسم دوله الى صفه. الايت لما اجي احطها في كلمه زي كلمه فورتشون، فورتشون دي معناها ثروه. لما اجي اقول بقى فورتشنيت، فورتشنيت معناها ايه؟ معناها ثري او محظوظ. اي ان لما نحطها في كلمه زي وول، وول عندي بمعنى صوف، فلما اقول وولن اصبحت صفه بمعنى صوف الماده. اي ان تي لما نيجي نحطها في كلمه زي اكسل بمعنى يتميز بقول اكسلنت. اف يو ال فول لما اجي احطها في كلمه زي هيلب فتبقى هيلبفول. اي بي ال اي لما اجي احطها في كلمه زي هورر، هورر يعني رعب او فزع فاقول هوريبل. اي سي لما نيجي نستخدمها في اخر اسم زي هيرو اللي هو بطل بقول هيرويك بمعنى بطولي. اي اس اتش لما اجي احطها في اخر اسم زي كلمه جيرل اقول جيرلش اللي هي جيرل بنت بقت جيرلش بناتي او سبها الحاجه اللي بتخص البنات. ال واي لما احطها في اخر اسم زي مان مانلي رجالي. او يو اس لما احطها في اخر كلمه زي فيم واقول فيموس، فيم يعني شهره، فيموس مشهور اصبحت صفه. اي ار ان لما نيجي نحطها في اسم من الاسامي الاتجاهات زي كلمه ويست اللي هي بمعنى الغرب واقول ويسترن بقت صفه بمعنى غربي. عندي حرف الواي لما اجي احطها في اخر كلمه او في اخر اسم زي كلمه ديرت، ديرت بمعنى قذاره واقول ديرتي بمعنى قذر اصبحت كده صفه. يبقى انا اصبح عندي يا جماعه دلوقتي نوعين من الصفات او شكلين من الصفات. في شكل عندي ورد في اللغه الانجليزيه اصلا هو اصلا نزل صفه زي الكلمات اللي موجوده فوق عندي دي، وفي عندي صفه مشتقه من فعل او من اسم وبنحط لها الاضافات دي عشان تتحول الكلام ده. في عندي شكل ثالث، للصفات. تخيل يوجد ماشي شكل اخر للصفات والتي تنتهي ركز معايا بقى بايدي او باي ان جي. القاعده المعروفه في الصفات اللي بتنتهي بايدي او بالاي ان جي هو ان انا بستخدم سي مثلا بور. بور ده فعل عندي بمعنى يشعر بالملل خلاص او يشعر بالملل. لو جيت في اخرها وحطيت دي، طبعا هو اوريدي كده في حرف الاي هنا موجود، وحطيت في اخرها اي ان جي، الاثنين عندي كده اصبحوا صفات. بس في فرق كبير بينهم بقى. الفرق بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الصفه اللي في اخرها اي دي تصف الشاعر بها، الشاعر بالصفه نفسها. طب الصفه المنتهيه باي ان جي تصف صاحبها او مالكها. ايه ده؟ ازاي يعني؟ بورد دي يا جماعه يبقى شاعر بالملل. طب لو بورينج انا بقول باصف صاحبها يبقى هو الشيء نفسه اللي ممل. تاني يا مستر، الصفه اللي في اخرها اي دي بصف بيها شعور الشيء، مش لازم يكون شخص. الاي ان جي بصف بيها الصفه الثابته اللي موجوده في الشيء او في الشخص. يعني لما اجي اقول the film is exciting، الاي ان جي اللي وضعت في اخر كلمه exciting دي بتوصف لي ان دي الصفه او الطبع اللي موجود في قلب الفيلم، الطبع.
على فكره ممكن ابدل الفيلم ده باي شخص عاقل عادي، مفيش اي مشكله. يعني مش القصه عندي ان الاي ان جي دي عشان خاطر في عندنا موروث قديم كده بيقول ان الاي ان جي دي بتيجي اصلا في اخر الصفه عشان تصف غير العاقل. غلط. بتصف صاحب الصفه ايا كان عاقل او غير عاقل. لكن لو قلت يا استاذ والله فيورز اللي هم المشاهدين، ماشي، ار اكسايتد. طب هنا انا بصف بقى طبع المشاهدين؟ لا، انا بصف الشعور بتاعهم هم بيسمعوا الفيلم. اكسايتد. وقس على ذلك بقى حاجات كتير. انا لما اجي اقول لك بورد شاعر بالملل، اكسايتد شاعر بالاثاره، فرايتند شاعر بالخوف، وورد شاعر بالقلق، تمام كده، انترستد شاعر بالاهتمام. لكن لما اقول لك بورينج ممل، ده صفه فيه. لما اقول لك فرايتنينج مخيف، صفه فيه. اكسايتنج مثير، صفه ان هو بيطلع الاثاره. فكرك؟ يبقى احنا خدنا شكل عندي اصلي لا يضاف اليه شيء وهو اصلا صفات وردت اصليه يعني. في عندي شكل تاني بنضيف له مقاطع في اخرها عشان خاطر نحولها الى صفه. وفي عندي شكل تاني بنحط له اي دي او اي ان جي، وده اللي بيصف يا الشاعر بالصفه مع الاي دي يا الاي ان جي دي اللي هي مالك الصفه نفسها. احنا كنا ذكرنا في التعريف في اول الفيديو خالص ان الصفه عندي بتيجي قبل الاسم الموصوف. طيب بص، قبل الاسم الموصوف او بعد الاسم الموصوف، صح؟ لما جينا اتكلمنا في مكانها قلنا ان هي بتيجي يا قبل الموصوف يا بعد الموصوف او بعد الاسم يعني نقصد. وكنا كتبنا في المثال ده حاجه زي مثلا this is a new car. الصفه الموصوف. طب بعد الموصوف the car اللي هي الموصوف is new. طيب زي الفل. اماكن بقى تاني قال لك ايوه في اماكن تاني عندي بتيجي مع حاجه اسمها افعال الحواس. مين بقى افعال الحواس دي؟ ركز معايا كده بعد ما تصلي على رسول الله. look feel see smell taste. the flower الوردة دي smells. بص بقى ركز معايا، smells هنا بمعنى ذو رائحة. smells nice. ادي الصفة عندي، ادي فعل من افعال الحواس عددناها يا جماعة. بعد كده قلت جه بعدها الايه؟ الصفة. افعال بمعنى يبدو، ودي عندي يا جماعة زي كلمة appear وزي كلمة seem وزي كلمة sound. her voice صوتها، sounds يبدو، هنا يبدو للصوت، sounds beautiful. ادي عندي الصفة. زي become زي grow زي turn زي fall يقع وبمعنى يصبح. زي عندي المثال ده كده بالظبط. he grow fat and ugly. أصبح ثمينا ووقحا. grow عندي بتجيني الصفة بعد أفعال بمعنى يستمر، اللي هي مين بقى؟ اللي هي keep وstay وريمين. زي بالظبط كده you must keep calm. شفت بقى calm ادي الصفه اهي بعد كلمه keep بمعنى يجب ان تظل او تستمر في الهدوء. طب تخيل بقى ان انا عندي الصفات ممكن تاتي بعد how. مش جديده ولا حاجه، احنا بنتعامل معاها كتير. يعني هو انا لو جيت اسال عن المسافه مش بقول هاو لونج وبكمل السؤال بتاعي عادي. هي لونج دي يا جماعه ما هي صفه. لما اجي اسال عن الوزن مش بقول هاو هيفي
الله، طب ما هيفي دي معناها ثقيل، لما اقول هو هيفي معناها كامل وزن، يبقى استخدام الصيف هنا جاي بعد اداه الاستفهام منهم كلمه هاو. ده اللي كان مطلوب انك تعرفه في درس الصفات، هو التعريف والشكل والمكان بتاعها. اللي عايز اقوله لك يا سيدي ان في حاجات كتير قوي مرتبطه بقصه الصفه، اما هي المقارنه والمفاضله comparison and superlative. بس عايز اقول لك ان الكلام ده مش جديد عليك لانه اتشرح عندك في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي. المهم انك تتابع الحلقه اللي جايه لانها بتتكلم عن الحال، والحال ده اصله صفه.